اللهم صل على محمد عدد ما كان، وصل على محمد عدد ما يكون، وصل على محمد عدد الحركات والسكون. ازيك واحلى متابعين ليا في الدنيا واحلى اخوات ليا في الدنيا. برحب بالمشتركين الجداد على راسي من فوق، والمشتركين اللي معايا على القناه مشرفيني ومنورين. وبرحب بالمشتركين الجداد الجزائريين والمغربيين على راسي يا رب، على راسي يا رب. يا رب يكونوا دايما بخير. هنسمي الله ونبدأ معانا وصفة جميلة النهاردة جدا جدا جدا، ومقاديرها مظبوطة 100%. هنسمي الله ونبدأ. أول حاجة معانا الخميرة بتاعتنا بيرة أو فورية. هندوبها في شوية حليب دافي ومع نص معلقة سكر ونركنها على جنب. أما بالنسبة للمكونات الجافة، معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، عليه نص معلقة، لا ربع معلقة ملح، لما كترش الملح للحاجات اللي هي بتبقى ناعمة شوية دي عشان الملح بيظهر فيه. ومعايا معلقة بودر، وخلط المكونات بتاعت الجافة ديت على بعض. معايا السمنة بتاعتي سمنة خليط زبدة على نباتي. تمام. معايا 400 جرام. لو عندك ميزان وزني 400 جرام، او لو ما فيش يبقى كوبايه او مج من بتاع اللي هو الشاي. مج نباتي ومج ساحب. تمام. دلوقتي خلطنا السمنه بتاعتنا تبقى سخنه مش ساقعه. تمام. سخنه كده ان انت اللي تحطها على العجين كده تفور شويه. تمام. بس حافظي لو في اطفال ولا حاجه صغيره، لان بتبقى اللهم احفظنا سخنه جدا. معايا معلقه من الخل، وبدات اني افرك العجينه كده لحد ما بسها كويس جدا جدا. وبدات بقى اعجن باللبن. لو في اللبن مش مكفي يبقى اللبن وميه. تمام. لحد ما العجينه بتاعتي تبقى يعني قوامها حلو كده ومناسبه. تمام. حبيت لقيت العجينه محتاجه شويه لبن، حطي شويه ميه، حطي شويه دقيق، حطي لحد ما العجينه تظبط معاك. ما تحطيش دقيق ياما عشان المقدار بتاع السمنه ما يختلفش. تمام. معايا العجوه بتاعتي جاهزه طبعا، مجهزاها سواء بلح او جاهزه، فبفردها كده بشكل مستطيل. تحتها كيس وفوقها كيس عشان اعرف افردها. شلت الكيس اللي على الوش وقلبتها على العجينة برضو، وعملت العجينة زي مستطيل كده، وبدأت أفرد بالمردانة بتاعتي أو النشابة أو العجلة لحد ما توصل للأحرف كده، وتبقى مظبوطة معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لو وصلتوا معايا للنقطة ديت أتمنى تدعموني باللايك. واتمنى يا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. هنعمل العجينة دلوقتي زي رول كده. هبدأ مش بحيث ان نخلي العجينة القوام بتاعها رقيق، عشان طبعا احنا هنلفها 3 4 لفات. يعني 4 لفات كفاية قوي عشان ما تبقاش العجينة تقيلة وتستوي معانا من جوه. هبدأ اقفل العجينة كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، واقطعها تقطيع مناسب. تمام. في الوقت ده انا مجهزه الصاج بتاعي. وملحوظه مهمه، السجان ديت او القوارب ديت بيلزق فيها العجين. مسحه زيت او مسحه سمنه عشان المخبوزات بتاعتي ما تلزقش. تمام. دلوقتي انا سويت المخبوزات بتاعنا الجميله ديت، بسم الله ما شاء الله، والله زي قطع الحلاوه، هشه جدا وطعمها حلو ومظبوطه 100%. طبعا على فرن متوسط من فوق ومن تحت. تاخد وقتها كويس جدا لانها رول كده وملفوفه حوالين بعضها، فبتاخد وقت شويه. اتمنى رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم